تكات بسيطة بيعملوها الكافيهات للفروت سلطات، بتوديها في حتة تانية خالص. طعم وقوام ملوش حل. الوصفة طبعا مفيدة جدا جدا انكم تقدموها لولادكم كحلو، او طبعا ضيوف. ومش معنى اننا في الشتاء ما نعملش فروت سلطات بالفاكهة بتاعت الشتاء. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي مع بعض ونشوف طريقتنا. معايا 4 أصناف من الفاكهة. طبعا انت مش مجبرة خالص ان انت تستخدمي 4 أصناف. الشتاء اصناف الفاكهه بتكون محدوده شويه، اما في الصيف الموضوع بيبقى كتير، وفاكهه الصيف بتبقى اكتر، تقدري ان انت تنوعي في الفاكهه براحتك. انا النهارده معايا كيوي، معايا فراوله، معايا تفاح، ومعايا موز. غسلت الفاكهه بتاعتي وقطعتها مربعات بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ما تخافوش مش هيلحق يسود. انا ابتديت بالفراوله واخر حاجه كانت الموز. حطيتهم كده في بوله، هفضيهم في بوله كلهم كده على بعضيهم. لو انت هتعملي الخطوه دي وتركنيها شويه، انصحك ان انت اما تستبعدي الموز والتفاح وتقطعي بقيه الفاكهه وتخليهم في الاخر، او لو هتقطعيهم كلهم قلبي عليهم معلقه من عسل الكلوكوز او جيلي تلميع او عسل نحل، بحيث ان احنا نعمل طبقه على الفاكهه بتاعتنا انها ما تسودش او تدبل معاكي. تمام؟ يعني لو انت عايزه حاجات تجهزيها مسبقه في التلاجة مثلا، تقومي مغطياه باللي انا قلت لك عليه ده، وتغطي البوله وتحطيها في التلاجة، ما تقلقيش منها خالص، ولا هتسود ولا هتدبل ولا اي حاجه خالص. تمام؟ انا خلاص قطعت الفاكهه وركنتها على جنب. هعمل بقى الدريسنج او الصوص اللي انا هنزل بيه الفاكهه بتاعتي. معايا لتر من الحليب الساقع المغلي مسبقا، يعني غليته وحطيته في التلاجة وتاني يوم ابتديت ان انا استعمله. كيلو. حط عليهم، على كميه الفاكهه اللي انا قطعتها دي، حط عليهم 4 معالق كبار من العسل الابيض. وممكن كمان تزودي او تقللي كميه العسل براحتك، وممكن كمان تحلي بسكر، بس طبعا العسل في المرحله دي افيد. حطيت كام فراولايه كده عشان يديله لون للصوص حلو. وهبتدي ان انا دلوقتي احط حوالي معلقتين كبار او 3، يعني على حسب كميه الحليب اللي انت هتحطيها، من الكريم شانتيه اللي هو ده، اللي هو مكتوب عليه كريمه لباني. ده بيكون طعمه دسم شويه وبيكون طعمه حلو جدا. خلاص كده. وهبتدي كمان ان انا احط، عارفين ده ايه ده؟ بودر ايس كريم او بودره ايس كريم من دريم برضو. جبت الباكت ده وحط منه نصه تقريبا على الكميه اللي انا ذكرتها لحضراتكم، حوالي معلقتين كبار. تمام كده؟ بس كده. المهم هاخد الكميه دي كلها وهبتدي ان انا احط عليهم بقى في الاخر معلقه صغيره، يعني مش معلقه، يعني رشتين كده من الفانيليا البودر خام، تدي ريحه حلوه طبعا للكلام ده كله. هضرب الكلام ده كله كده في الخلاط ضربه حلوه، وبعدين هبتدي ان انا انزل بيه على الفاكهه بتاعتي. عايزه اقول لكم بقى طعمه بيكون تحفه. تقدروا تزودوا او تقللوا نسبه السكر، ده طبعا بيرجع لكم انتوا. بنزل بيه على الفاكهه بتاعتي بالشكل ده، بيكون رائع. شايفين هو لونه هنا؟ لونه يعني اول درجات الروز. انا الحقيقه زودته يعني ايه، لونين كده طعام، يعني نقطتين، هي الحقيقه مش نقطتين بقى، هو 3 4 نقط، فزاد مني اللون. فهتشوفوا اللون دلوقتي عمل معايا ايه. بس طبعا لو انتوا حابين اللون يبقى كده اوكي، حابين تدوله سنه لون براحتكم خالص. المهم ان انا اللون بتاعي كان كده. طبعا بقلبه فيه كويس جدا، ويفضل الكلام ده يقعد في التلاجة قبل التقديم بساعتين 3 عشان ياخد ويدي مع الصوص، بيكون طبعا طعمه اطعم بكتير. تمام كده؟ وطبعا لازم يتقدم وهو ساقع، يعني كل ما بقى ساقع كل ما بقى طعمه احلى واحلى واحلى وهو طالع من التلاجة. تمام. تعالوا بقى تاني يوم هنشوف شكله، او بعديها بكام ساعة كده، لان انا حطيته في التلاجة وحطيت اللون. لون الطعام الاحمر اداني اللون الفوشيا ده. انا بصراحة اتصدمت واتضايقت جدا، لان وانا بنزل اللون زاد مني جدا، فطبعا بقى لونه بالشكل ده. فانا ما انصحكوش ان انتوا حتى لو هتزودوا لون يبقى هي كفايه قوي نقطه، ما يبقاش اللون الفاقع قوي ده. خلاص كده. هبتدي بقى ان انا اصب دلوقتي في الكاسات بتاعتي او في البولات بالشكل اللي انتوا شايفينه. الحقيقه اللون مستفزني انا جدا شخصيا، فاتمنى ان انتوا لما تيجي تجربوا الوصفه خلوا اللون اهدى من كده شويه، لان انا اصلا ما بحبش اللون ده. بس عادي ممكن يكون بالنسبه لناس تانية حلو وشغال، بس انا بالنسبه لي لا، الحقيقه كان فاقع قوي. وكنت متردده ان انا انزل الوصفه واتضايقت جدا، وقلت خلاص مش هنزلها، ورجعت قلت لا انا هكسر اللون بقى بالكريم شانتيه. وهعمل هنا ايه، زي روزيتات كده من الكريم شانتيه المضروب، وهنزل عليه بصوص فراوله، واحاول ان انا اظبط المنظر لان كانش عاجبني خالص في البدايه. عملت كده روزيتات من الكريم شانتيه. وهو كمان على فكره الكافيهات بتحطي اما بولات ايس كريم على الوش، اما
كريم شانتيه زي كده. جبت بقى صوص فراوله وابتديت ان انا انزل عليه كده رايح جاي رايح جاي، فظبط معايا الدنيا شويه، او حبيت المنظر في الاخر عن الاول. جبت بقى هنا ايه، جبت خله السنان اللي هي الخله الصغيره، حطيت فيها حلقه موز وحلقه من الفراوله، وكنت حاطه الفاكهه دي في جيلي تلميع عشان خاطر ما تسودش معايا وتحتفظ بلونها لاخر حاجه. انا كان جاي لي ضيوف بقى عزاز جدا 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 عليا، فطبعا كنت عامله لهم الحلو ده زي ما انتم شايفين كده. الحقيقه المنظر رائع رائع رائع، فحاجه يعني في منتهى الجمال، مشهيه جدا. وده اللي بيتقدم فعلا في الكافيهات، وطعمه يا جماعه ملوش حل. جربوه ان شاء الله باذن الله يعجبكم. وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وصفه جديده، واشوفكم على خير ومع الف سلامه.